عارف ايه هو السؤال اللي حير علماء الآثار من آلاف السنين؟ مش ليه الأهرامات اتبنت ولا حتى مين اللي بناها. السؤال الحقيقي هو احنا ليه لحد النهارده ليه ما عرفناش ازاي اتبنت؟ يعني بعد كل التكنولوجيا دي والعلم والتطور لسه مش عارفين يجاوبوا إجابة واحدة واضحة. فتعال نغوص مع بعض في السر ده ونفهم ليه الأهرامات لغاية دلوقتي لغز حي محدش عارف يفكه. انت عارف ان الهرم الأكبر معمول من أكتر من 2 مليون و300 ألف حجر، وكل حجر فيهم ممكن وزنه يوصل ل 80 طن. يعني حجر واحد بس من دول محتاج ونش ضخم وحديث عشان يعرف بس يحركه من مكانه. طيب هم عملوا كده ازاي من اكتر من 4500 سنة؟ في نظريات كتير حاولت تشرح اللي حصل. في علماء قالوا ان المصريين استخدموا منحدرات ضخمة عشان يعرفوا يحركوا الحجارة، وفي ناس قالت لا هم كانوا بيستخدموا مكرات واخشاب، وفي اللي قال دي تكنولوجيا متقدمة واختفت، او حتى اللي ساعدهم كانت كائنات فضائية. والله في علماء من الغرب صدقوا النظرية دي، بس لما تيجي تبص على الادلة كلهم عندهم فرضيات لكن مفيش دليل واحد قاطع. اكتر حاجة بقى غريبة ان الهرم متوجه بدقة ناحية الاتجاهات الاربعة، الشمال والجنوب والشرق والغرب، والدقة دي مش صدفة. العلماء بيقولوا انها ادق من البوصلة. يعني ازاي حضارة من 4500 سنة يكون عندها دقة هندسية بالشكل ده؟ والاغرب من كده ان في انفاق جوه الهرم وغرف سرية ولسه بيكتشفوا حاجات جديدة لحد النهاردة. طيب ليه مش قادرين نقلد اللي هم عملوه ده؟ ليه مفيش دولة في العالم رغم كل الامكانيات انها تقدر تبني حاجة شبه الهرم؟ في بعثة يابانية جربت انها تبني هرم صغير لكنهم ما عرفوش، وجربوا في امريكا وما قدروش يكملوا. يعني حتى واحنا في القرن ال21 بناء زي ده يعتبر معجزة هندسية. فهل ممكن نعرف السر الحقيقي في يوم من الايام؟ ممكن، بس لحد ما اللحظة دي تيجي الاهرامات هتفضل واقفة شامخة بتقول لنا انا مش مبنى، انا رسالة.